انفينكس بصراحة يعني بدأت تبدع شوية. موبايل زي ده اسمه هوت 60 اي في فئة ال 5000 او 5500 اقصى حد ليه. بصراحة موبايل ممتاز. 128 مع 12 جيجا رام، وفي منه 256 16 جيجا رام. موبايل جاي بمعالج هيليو جي 81 يعني محترم جدا، يشغل معك ببجي 40 فريم مرتاح. وفي نفس الوقت عندك بطارية بقوة 5160 ملي امبير، كمان مع شاشة اي بي اس بس حاجة جودة محترمة. عندك حماية ضد المية والصدمات، حماية ضد المية اي بي 64، ودي يعتبر حماية عالية ضد الصدمات من ارتفاع متر ونص. موبايل في سعر ال 5000 وشوية من انفينكس، مع الامكانيات دي بكاميرا قوتها 50 ميجا بكسل. يعتبر جهاز محترم جدا جدا بالنسبة للأسعار اللي احنا اما نشوفها في أي تاني بنفس الإمكانيات. هتلاقي فيها فرق 2000 و2500 جنيه. بصمة وش وبصمة إيد، شاشة دعم 120 هرتز، بشاحن سرعة قوة 45 واط. أنا مش شايف حاجة بصراحة أفضل من كده في سعر زي ده. لو أنا مكان أي حد معايا ال 5000 ونص دول، هنروح نشتري الهوت 60 اي وانا مطمئن. ليه؟ موبايل بيديني شاشه محترمه، بيشغل معايا خدمه ان اف سي بتاعت الدفع الالكتروني او الدفع عن بعد. شاشه اي بي اس كويسه، 40 فريم في العاب ببجي وفري فاير، يعني معالج قوي بيشغلهم طبيعي 100 فل و10. وعندك كمان بطاريه بقوه 5160 ملي امبير، يعتبر معك ممتازه. اندرويد 15، كل ده في تليفون واحد بسعر 5500 جنيه. انا مش محتاج حاجه اكتر من كده. بوريك الامكانيات بين الشركات والتنافس اللي بقى يعني قوي جدا بشكل رهيب. تحياتي ليك، بحبك في الله. انفينكس بصراحه يعني بدات تبدع شويه. موبايل زي ده اسمه هوت 60 اي في فئة ال 5000 أو 5500 أقصى حد ليه. بصراحة موبايل ممتاز. 128 مع 12 جيجا رام، وفي منه 256 16 جيجا رام. موبايل جاي بمعالج هيليو جي 81 يعني محترم جدا، يشغل معك ببجي 40 فريم مرتاح. وفي نفس الوقت عندك بطارية بقوة 5160 ملي أمبير، كمان مع شاشة اي بي اس بس حاجة جودة محترمة. عندك حماية ضد المية والصدمات، حماية ضد المية اي بي 64، ودي يعتبر حماية عالية ضد الصدمات من ارتفاع متر ونص. موبايل في سعر ال 5000 وشوية من انفينكس، مع الامكانيات دي بكاميرا قوتها 50 ميجا بكسل. يعتبر جهاز محترم جدا جدا بالنسبة للأسعار اللي احنا اما نشوفها في أي تاني بنفس الإمكانيات. هتلاقي فيها فرق 2000 و2500 جنيه. بصمة وش وبصمة إيد، شاشة دعم 120 هرتز، بشاحن سرعة قوة 45 واط. أنا مش شايف حاجة بصراحة أفضل من كده في سعر زي ده. لو أنا مكان أي حد معايا ال 5000 ونص دول، هنروح نشتري الهوت 60 اي وانا مطمئن. ليه؟ موبايل بيديني شاشه محترمه، بيشغل معايا خدمه ان اف سي بتاعت الدفع الالكتروني او الدفع عن بعد. شاشه اي بي اس كويسه، 40 فريم في العاب ببجي وفري فاير، يعني معالج قوي بيشغلهم طبيعي 100 فل و10. وعندك كمان بطاريه بقوه 5160 ملي امبير، يعتبر معك ممتازه. اندرويد 15، كل ده في تليفون واحد بسعر 5500 جنيه. انا مش محتاج حاجه اكتر من كده. بوريك الامكانيات بين الشركات والتنافس اللي بقى يعني قوي جدا بشكل رهيب. تحياتي ليك، بحبك في الله.